يصير إنسانا وأن يحمل إنسانيتنا الضعيفة، أن يمشي بها على هذه الأرض التي نحن عليها اليوم، أن يحمل الصليب وأن يموت عليه ثم يقوم. هذا هو منطق الله، منطق المحبة، أن يضحي ابن الله بذاته من أجل خلاص البشر. هل نستطيع أن نتبنى منطق الله لا منطق البشر؟ نعم، هذا كلام صعب، وهذا التزام أصعب. حتى بطرس الذي اختاره الرب يسوع أن يكون رئيس مجمع الرسل لم يكن على هذا المستوى، فقال له يسوع: اذهب عني، اذهب ورائي يا شيطان، لأن هذا المنطق هو منطق البشر. يجب علي أنا ابن الإنسان أن أموت على الصليب، لكن في اليوم الثالث سأقوم. هذا هو الإيمان الذي يجب أن تحمله يا بطرس ومن يمشي معك في الكنيسة. هذا هو إيماننا، نحمله منذ أكثر من 2000 سنة لنشهد له في كل يوم في عالمنا، لنشهد له في مواجهة الصعوبات والتحديات والاضطهادات، وخاصة لنشهد له في مواجهة تحدي الموت الذي يخيف الإنسان، كل إنسان، لأن الحياة عزيزة علينا. الحياة من الله وليست من البشر، وهو وحده يقرر متى يدعونا إليه. ربما يدعونا بعمر 10 أو 30 أو 50 مثل ريتا، أو 70 أو 80. الهدف واحد، أن يدعونا إليه لنكون في مجد القيامة في ملكوت الآب السماوي. هذا المنطق منطق الله تبنته والتزمت به أختنا ريتا، ابنة هذه البلدة الحبيبة تولا، وابنة عائلة معروفة منا جميعا، عائلة مسيحية ملتزمة، وأشهد لها لأن الصداقة تجمعنا منذ الطفولة. تربت في هذه العائلة على الإيمان بالله، على الثقة الكاملة به، على التسليم الكامل. تربت في عائلتها وفي هذه البلدة على محبة الناس، وتربت فيها على محبة الثقافة والعلم. هكذا هي مع أشقائها وشقيقاتها في العائلة، وهكذا هي ضحت في سبيل ولديها. التزمت برسالتين: أولا رسالة العائلة، رسالة تربية ولديها كما تربت هي في منطق الله، في منطق المحبة، المنطق الذي يقبل التضحية حتى النهاية بدون حساب وبدون مصلحة. هكذا ربت ولديها جان بول وشيمان، كانت التضحية علامة لها في سبيل أن يكبر الولدان وأن يتبنيا التزامهما المسيحي والاجتماعي والوطني. والتزمت في مجال العمل الخدماتي الاجتماعي، التزمت برسالة الإعلام، لأنها بعد أن اختارت أن تتخصص في الإعلام ونالت الإجازة فيها ثم إجازة في العلوم السياسية، انخرطت في هذا العالم الواسع النطاق، عالم الإعلام، عالم الكلمة. تبنت الإعلام كرسالة لا كمهنة، وعندما نقول رسالة بمنطقنا المسيحي نقول تضحية وعطاء بدون حساب، وبدون حساب لأي مصلحة، ولا للوقت ولا للصحة. دخلت في نقابة محرري الصحافة اللبنانية، ثم تنقلت في الإعلام ووصلت إلى الوكالة الوطنية للإعلام، ثم أن تكون إلى جانب معالي الوزير جبران باسيل في وزارة الطاقة والمياه، ومع الوزراء الذين تعاقبوا يشهدون لها أن ريتا لم تكن تحسن لا لصحتها
ولا لوقتها حسابا، تضحي في سبيل الخدمة لأنها خدمة اجتماعية وخدمة إنسانية وخدمة وطنية. هكذا خدمت ريتا وهكذا تميزت. عرفتموها، أعتقد عرفتموها جميعا، وحضوركم اليوم الكثير الرسمي والشعبي وخاصة حضور الشبيبة بيننا يدل على أن ريتا دخلت في قلب كل واحد منكم. ريتا الخادمة المضحية حتى آخر نفس، لم تسأل عن شيء إلا أن تخدم. كانوا يطلبونها في النهار كما في الليل. ريتا حاضرة لتخدم في الإعلام، ولكن أيضا لتخدم كل إنسان كان بحاجة إلى خدمة إنسانية أو إعلامية أو اجتماعية. وأنا شخصيا أشهد على ذلك، لأني تابعت العائلة في تولة وفي البدروم، وكانت ريتا متميزة بما تضحي به. قلب منفتح على الجميع ومحبة لا تضاهى. لكن الله دعاها باكرا جدا. هذا يعني أن الله يحتاج إليها لتحمل رسالة جديدة من السماء إلينا جميعا، إلى كل من عرفها، لتحمل رسالة